الحمد لله يعني نقول شده وعزله وعده ان شاء الله ما ترجع مره ثانيه، وقلوبنا مع المنتخب. وانا اعتقد هل رب ضرر نافعه، يعني اللي صار الايقاف الان رفع الضغط النفسي والحرج عن لاعبينا. وانا اقول لكم الان مطلوب منكم تقدمون عرض طيب، ما حد يبي منكم بطوله، بتجيبونه كثر الله خيركم. بس يعني انتم الظروف اللي صارت هاي كلها والاعداد خلال اسبوع او 10 ايام، بنقول لكم نبي بطوله لا يبغى، نبي مستوى راقي، مستوى حلو يونس جماهيركم، وان شاء الله بالجاي احسن. جماهير طبعا اقول دائما انتم ورا الازرق، والازرق انتظاركم، وانتم الوقود حقه، انتم البنزين اللي يحرك اللاعبين، فلا تبخلون عليه. اشكر ابو حمود. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا اوجه كلامي لاول شيء للكل حق يوم الجمعه، جماهير حضوركم يسعدنا ويسعد اللاعبين، ويسعد حتى الجماهير اللي موجوده الخليجيه اللي راح تكون موجوده. فهذا اعتقد انا اتمنى من الجماهير حضور يوم الجمعه. كلام اللاعبين طبعا كلامي اخ لكم، يعني كأس الخليج احنا ما نقول نبيه ناخذه، لا نبي اداء مميز، اداء تحضير جيد. اللاعبين كونكم لاعبين لازم كل واحد يحضر نفسه صحيح، وخاصة المباراة الأولى أنا أعتقد هذه مهمة، مباراة نلعبها أمام منتخب السعودية. فأنا أعتقد أنه يعني كلامي لكم استانسوا بالملعب، لعبوا فرحوا بعودة الكرة الكويتية وشيلة الإيقاف، وانسوا الجماهير وخلوهم يتمتعون داخل الملعب. أنا أعتقد احنا النتيجة ما تعنينا شيء، خاصة في هذا الوقت تعنينا أداء مميز من جميع اللاعبين. أتمنى لكم التوفيق وحنا وراكم بأي مكان راح نكون وراكم. في الأجواء اللي قبل تسبق دورة الخليج، خليج 23، أكيد بهذه المناسبة احنا نبارك لسمو الأمير وللشعب الكويتي إقامة البطولة على أرض دولة الكويت. وكذلك لا ننسى جماهيرنا، جماهير الأزرق، محبين الأزرق اللي تابعونا، اللي تمنوا أنه يعود مرة أخرى، واليوم يعود الأزرق، وإن شاء الله لاعبينا قد المسؤولية، وإحنا على ثقة كبيرة إن شاء الله. المهم يؤدون الأداء الجيد، الأداء الجدي، ومن ثم ننظر نتائج. موفقين يا شعب الكويت ويا أزرقنا ويا لاعبينا. والله شوف، بداية اللقاء دائما يكون في ارتباك وأعصاب، ولا تنسى أن المنتخب السعودي حسب ما عرفت أنه ليس المنتخب الأول، المنتخب الأولمبي، ولذلك منتخب ما شفناه، لكن يبقى السعودية عندها فرق جيدة عالية المستوى، لاعبين ممتازين، وإن شاء الله كذلك منتخب الكويت ما يقصرون، خاصة بعد غياب طويل، لكنهم أنا بتصوري متعطشين للعب، ويجب أن يكون في تركيز والتزام، وفي النهاية مع صفارة الحكم نعرف النتيجة إن شاء الله.